بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وفي احسن الاحوال يا رب. اللهم صل على النبي. من زي ما نزلتش فيديوهات يا جماعة، والله اعذروني، يعني الواحد تعبان شوية اليومين دول والله العظيم، يعني ضغط نفسي كده. الحمد لله. هنا بقى بنعمل ايه معانا؟ انا عايزين نعمل غدا. انا عازمة بنتي وولادها النهاردة على الغدا عندنا. فقلت لها هات الولاد بقى وتعالي اتغدي معانا النهارده. قالت ماشي حاجة. يعني كنت مكلماها من بالليل يعني. فصبحت الصبح بقى كده جبت 3 ديوك دبحناهم و... وقلت هيبقوا كتار. رحت عاينه واحد في التلاجة، يعني حطيته على الرف في التلاجة كده. قلت اما اشوف هحتاجه ولا لا. وولعت كده على 2. فرجعت تاني. بعد ما سويت جوز الديوك رجعت سويته جبته تاني وسويته لوحده. فقلنا مش مشكلة بقى. المفروض كنت عملتهم ال3، بس انا قلت احوش واحد نبقى نعمله لنا يعني في يوم، ونعمل 2 كفاية. فحسيت ان هم هيبقوا قليلين. بعد ما سويت ال2 وولعت عليهم رجعت جبت الديك التالت وولعت عليه في حلة لوحده. يلا مش مشكلة. هنا بقى معايا القوانص اهيت. كان عندي قناصتين 3 كده بتوع فراخ بيضة في الفريزر، والقوانص بتاعة الفراخ البلدي قطعتهم كده وقلنا نعملهم ايه صينية جلاش. يعني فكرة جت في دماغي كده وانا واقفة. يعني شوية قوانص حلوين ورحت عاملاهم في الكبة وهم في نفس الكبة. بعد ما عملتهم في الكبة رحت عاملة معاهم بصلاية كبيرة وحباية طماطم وقرنين فلفل، ورحت ضربهم كلهم في بعض بقى ومنزلهم في ايه شوية زيت كده صغيرين مقدوحين، ومعاهم فص مستكة وفص حبهان. وبعد كده بقى ضفت البهارات اللي انت عايزه تضيفها بقى، قرفه ناعمه، شويه فلفل اسود، اللي انت عايزه تحطيه بقى حطيه. وعصقنا كده القوانص. دي جزر مبشور، يعني طلعته من الفريزر اخد شويه كده. عصقت بقى شويه تعصيجة عسل نص كيلو جلاش. وعملنا بقى شويه رز بشعريه والحمد لله. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا اتنصب عليا. خلوا بالكم من الحته ديت. في واحد ماشي على اليوتيوب باسم الاستاذ بلال، وطبعا كلكم عارفين الاستاذ بلال اللي هو بيخش بيدعم القنوات وبيحط سوبر شات وبيحط يعني للناس تشكرات وكده. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناته. هو حط لي بدل المره 2 و3. فخلوا بالكم واحد يعني متحل شخصيه الاستاذ بلال، وبيقول ان الاستاذ بلال اتصل عليا وقال لي انا عايز اعمل خير. قلت له ماشي. قال هجيب لك ابعت لك فلوس وتجيبي ذبيحه يعني يجيب مثلا جاموسه او كده وتتذبح وتطلع لله، وهبعت فلوس كمان وتطلعها لله مش عارفه ايه. قلت له خلاص ماشي تمام، انت بتعمل الخير وانا يعني يعني سبب معاك في الخير. قال لي ماشي، بس تديني رقم، تديني الايبان وتديني رقم الحساب وتديني صورة البطاقة وتديني ان انا اديته بقى يا جماعة كل البيانات. هو ما خدش مني فلوس بس خد مني جميع البيانات. فطبعا ده غلط اللي هو خد جميع البيانات. وطبعا لما سألت الناس قالوا لي لا لازم آه لا. انا قعدت يومين استناه يتصل تاني. بعد الكلام ده ما اتصلش. فانا كلمته واتس مرة واحدة بس ما ردش عليا. فقلت خلاص بقى دوت اكيد دي لعبة بقى. جيت قال لي هبعت وهبعت. قلت له ماشي. قبل ما يلغي كل حاجة راح بعت لي قال لي هبعت لك 1500 دولار تجيبي وتجيبي. قلت له ماشي تمام. فبعت لي في نفس اليوم اللي كلمني فيه بعت لي رقم الحوالة ب1500 دولار زي ما قال. واللهم صل على النبي. وتاني يوم لقيتها اتحذفت من على التليفون، مش لقيتها موجودة. و اي كلام بقى حصل بينه وبينه بخصوص ان هو هيعمل خير لله او اي حاجه من دي كله اتحذف اتمسح. فقعدت يومين استناه يتصل تاني، ما اتصلش. جيت ابص لقيت كل حاجه ممسوحه من على التليفون ومفيش اي حاجه. فانا رنيت عليه ما ردش. فعرفت بقى ان ديت نصب. فسالت قالوا لي لا لازم تروحي بقى البيانات اللي انت اديتها له لازم تروحي توقفي الحساب وتغيري الفيزا، ولازم تعملي بقى لان ممكن يجيب اي حاجه وينصب عليكي وانت اللي تتحطي فيها. فانا صراحه خفت. فاتصلت يومها بالليل بخدمة العملاء وقفوا لي كل حاجة وعملوا الإجراءات اللازمة. وتاني يوم رحت برضو على البنك قالوا لي هنغير الفيزا ووقفت الحساب. بس قالوا لي بقى لما تيجي تقبضي، لما اجي اقبض بقى بعد شهرين ولا حاجة هتيجي قبلها بيومين تاخد الفيزا الجديدة برقم تاني طبعا جديد. فانا قلت طب خلاص اما اقول للناس واعرفهم، عشان هو ماشي عمل كده مش معايا يعني. ده في واحدة خد منها 2000 جنيه
وفي واحدة خد منها 5000 جنيه، قال لها حولهم لي على ما ابعتلك الفلوس. وفي ناس كتير يعني ايه نصب عليها، بس انا الحمد لله ما خدش مني فلوس، بس نصب عليها وايه وخد البيانات بتاعتي، والبيانات دي ممكن توديني ايه في داهية، لان ممكن يجيب حاجة ويحطنا أنا فيها او يورطنا أنا فيها. فانا بقول للناس بعرفها ان يعني تحمد ربنا وتخلي بالها وانا احمد ربنا يعني الحمد لله اللي جت على قد كده وربنا سترها معايا. فبقول للناس تخلي بالها ومحدش يقع في نفس الغلطة اللي انا وقعت فيها، ومحدش يا جماعة يدي بياناته لحد، ومحدش يدي حاجته قناته لحد، ولا اي معلومة تخص القناة، ولا اي حساب عند حساب البنك عندك تديه لأي حد. بس دي اللي حبيت اقوله لكم، والحمد لله ربنا سترها معايا وربنا يسترها مع غيري يا رب، اللهم امين. هنا بقى آه، هنا بقى عملنا كده صينية الجلاش اهي زي ما انتم شايفين، ولا تعملي سمنة بين الرقات ولا حاجة، اني بقى ما بخلص خالص وبغطي الجلاش وبقطعه. اهم حاجة لازم تقطعيه، تقومي عاملة بقى ايه ان منزلة عليه السمنة بتاعتك. بس على كده السمنة بقى بتنزل بين الفواصل وبعضها اللي انت مشقاها بالسكين، تبقى زي الفل. انا مش كنت ناوي اعمل صينية الجلاش دي والله يا جماعة، انا كان عندي الجلاش في باب التلاجة باقي عندي من رمضان. اللهم صل على النبي. والشوية القوانص اللي كانوا عندي في الفريزر شجعوني يعني ان انا اعملها. انا بحب اعملها بقى ايه بالفراخ او اللحم، صراحة فراخ البيضة او اللحم. باخد صدر الفرخة كده اقطعه آه، مكعبات صغيرة خالص، وبعد كده بقى بعمله بقى بالطماطم والبصل والحاجات دي، او حتتين من اللحمة تفرميهم وتعمليهم بقى. فانا اللهم صل على النبي عملت بالقوانص، قلت استفيد بالشوية القوانص اللي عندي دول، والقوانص كان بتاعة الفراخ البلدي دي، ونعمل صينية جلاش. اجت كده يعني مش كانت في الحسبان. انا جبت بطينه همت وخدت حوالي مج شوربه كده من الشوربه بتاعه الفراخ، وسبتها ايه لما هدت معايا شويه عشان طبعا الشوربه كانت سخنه. وهنضرب فيها جوز البيض البلدي دول وخلاص على كده. وعندك لبن حط مج لبن، انا بحب دايما اعمل الجلاش بكوبايه اللبن، كوبايه اللبن وبضرب فيه بيض او بيضتين بلدي يعني. فما كانش عندي لبن، فانا عملته كم مره صراحه بالشوربه، وتحط البيضه برضه، بيضه بيضتين حسب الموجود معاكي يعني. بيبقى جميل، لقيته جميل قوي قوي بالشوربه كمان ومعاه بيضه يعني. وفي ناس ما بتحطش بيض معاه في الشرب، بس انا بحط، لازم احط بيضه كده يعني. حسيت ان هو بيبقى طعمه حلو الجلاش وهو معاه بيضه في الشوربه او في اللبن. كنت في الوقت دوت مولعه الفرن ومهديه النار كده على ما اخلص الصينيه، عشان ايه ما يخشش يبوش كده ويغيب في الفرن. هنا بقى السمنه قطعت اهوت زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تكوني مقطعه بقى الجلاش كده، عشان السمنه بتنزل بين الفواصل اللي انت عملتها دي. هنا طبعا معايا البطين اهمت. بس على كده بقى الفرن طبعا حامي معايا، هنظبط النار من تحت عليه لما يستوى من تحت بقى، وبعد كده طلعيه تحت الشواية وانت واقفة كده 5 دقايق، عشان طبعا الجلاش من الحاجات يعني اللي ما بتتحملش النار بمعنى أصح، لازم تبقى عينك عليه. وربنا يسترها معانا ومعاكم ومع الناس كلها يا رب. كل واحد يخلي باله يا جماعة، اوعوا حد يدي بياناته لحد، ولا يدي صورة بطاقته لحد، ولا أي حاجة، لأن ده طبعا ناس نصاب. اللي عايز يبعت حاجة أو عاوز يودي حاجة لحد أو يعمل حاجة مع حد، القناة عنده يخش يحط فيها سوبر شات، يحط تشكرات، يحط اللي هو عايز يحطه في القناة. عاوز يبعتلك مثلا فلوس أو حاجة تعملي حاجة أو كده، رقم فودافون كاش. لكن إنه ياخد بياناتك دي كانت غلطة كبيرة مني، فإني وقعت فيها والحمد لله ربنا سترها، والحمد لله اللي جت على قد كده. هنا بقى صينية الجلاش طلعت من الفرن هي حبايبي، وكده بقى الغدا بتاعنا قعدوا ال3 فرخات هم كانوا 2 بقوا 3. وكده بقى الغدا بتاعنا زي ما انتوا شايفين، واشوفكم في فيديو جديد حبايبي. متنسونوش بقى باللايك والاشتراك كده حبايبي، تسلموا لي يا رب. في رعاية الله ومع ألف سلامة.